السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قناة نادي الزمالك بتقدم كل شيء ما عدا الكورة أو ما عدا الكلام في الكورة. مرتضى منصور اتهبل يا رجالة. ده عيب يا محمود. محمود عيب عيب عيب. عيب يا ابو حنفي، عيب عيب. مرتضى منصور ما تفهمش ده الموسم بتاعه ولا إيه؟ نفس شهر 11 السنة اللي قبل اللي فاتت برضه جات له الهفة اللي جات له دلوقتي، بس هو دلوقتي فرطت منه خالص. يعني أصبح شخص مجنون، مسخر قناة نادي الزمالك ليه علشان يطلع يشتم الناس. اي حد مختلف معاه، اي حد مختلف معاه على الصعيد الشخصي في حياته، او اي حد مختلف معاه على الصعيد الاداري في نادي الزمالك، او كان داخل قدامه الانتخابات كده، هو خلاص هو كده اصبح من الاعداء. اي حد يطلع يطلعه على قناة اخواني، او يطلع عميل، او يطلع مش عارف مؤامرة من دولة تانية، قطري، اي حاجة في اي بطاطس في اي تين. المهم ان في الاخر لازم يطلع فيه العبر كلها، ويطلع فيه القطط الفطسانة. يطلع لك بقى ان اخوه كان زمان بيشد بودره وهو لجأ له كمحامي وهو طلعه، يطلع لك ان اخوه كان حرامي زمان ولجأ له وهو طلعه، ويبدأ يهدده، وانت لو ما سكتش انا هقول على اخوك وهقول على ابوك والله يرحمه. لا، ويقول لك الله يرحمه وابوك الله يرحمه ويسكت. انت فاكر بقى الله يرحمه كان ايه؟ طب انت الله يرحمه ما قفلت على كده وخلصنا؟ لا بصراحه يعني مرتضى منصور يعني بيقدم يعني مشهد مؤسف مؤسف على قناه نادي الزمالك، اللي هي المفروض قناه رياضيه بتتكلم عن مشاكل الزمالك، بتتكلم عن نادي الزمالك، بتتكلم عن حلول، بتتكلم عن كوره. اعمل اي حاجه تانية. انت بتطلع كل يوم يعني ممدوح، العباس، هاني العتال، مش عارف ايه. وفي حاجه تانية، ان هو اي حد واخد الترند لازم يتشتم. شيرين واخده الترند واللي فيه اهتمام بيها دلوقتي، هي مش قدوه للمجتمع زي ما بنقول. انت تطلع تشتمها ليه هي وجوزها؟ والله ينعل ابوها وابو جوزها وابو عمرو اديب. ايه علاقه عمرو اديب بالموضوع؟ يعني عمرو اديب ده يعني ايه علاقته بالموضوع؟ طب شيرين شتمتها هي وجوزها، ايه علاقه عمرو اديب بالموضوع؟ ما فيش. هم ما تسالش. حمو بيكا، ويجز، الناس دي يعني انا ما بحبهمش وما اعرفهمش وما بسمع لهمش اي حاجه في اي حاجه، ومش مختلف معاك ان هم ناس يعني مش قدوه، وما ينفعش مثلا انا يعني هم ناس لا تذكر بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي. لكن انت طالع تشتمه ليه؟ عشان هو واخد ترند؟ فدي حاجه منتهى القرف يعني. مرتضى منصور بيقدم قرف على قناه نادي الزمالك، ويجي واحد بقى من الجمهور اللي هو بيحب مرتضى منصور او اللي حافظ مش فاهم، لما يطلع قرار بحل مجلس الاداره بسبب الزفت اللي هو بيقدمه ده، يقول لك اتفضل يا عم، المؤامره اشتغلت على نادي الزمالك وعايزين يوقعوا نادي الزمالك ويهدوا استقرار النادي. نادي ايه؟ نادي ايه اذا كان هو اصلا لما هشيلك انت يا مرتضى، او حل مجلس الاداره عشان يشيل مرتضى منصور، هو مرتضى منصور ما كانش بيتكلم في الكوره وما عملش حاجه في الكوره. هنزل لك الفيديو بتاع الكلمتين اللي قالهم احمد عفيفي، اللي يعني انا بقى انا هو راجل بيفهم كوره 100%، وانا بحبه يعني. انا بستمتع باحمد عفيفي من ايام، من اول ما ظهر على السوشيال ميديا. هنزل لك الكلمتين دول في اخر الفيديو تسمعهم قال ايه عن مرتضى منصور. اللي انا عرفت ان هو تقريبا هيقدم برنامج، او مرتضى جايبه عشان يهدي الدنيا شويه، عشان يقدم برنامج على قناه نادي الزمالك. الجديد بقى، ما هو انت طول ما انت بتتفرج على مرتضى شو لازم تلاقي جديد. طلع يوم الجمعه بالليل، انا بصور الحلقه دي يوم السبت بالليل وان شاء الله هتنزل يوم الاحد الصبح. هو طلع يوم الجمعه بالليل وفتح على الرابع، جاب مشهد من فيلم عمارة يعقوبيان بتاع عادل امام وخالد الصاوي. قال ايه علشان ينتقد الناس اللي بتدعم الشواذ في كاس العالم؟ المناظر المقرفه اللي احنا بنشوفها. طب انت ايه القرف ده؟ والله العظيم ده قرف وهبل. ايه علاقه قناه نادي الزمالك بحاجه زي كده؟ انت حب المايك وحب الكاميرا جاب للراجل ده هبل في دماغه خلاص. دي قناه نادي رياضي، يعني القرف ده ملوش مكان فيها. وبعدين احترم سنك ومكانتك. انت المفروض رئيس نادي زي الزمالك ورئيس نادي محترم، يعني المفروض يوم ما تظهر الدنيا كلها تتابعك علشان اللي هتقوله اكيد مش اي كلام، مش اي كلام بيتقال، مش اي مذيع هيقول الكلام اللي انت هتقوله. انا يعني كزملكاوي مثلا، انا اهلاوي بس انا كزملكاوي مستني مرتضى منصور يظهر هسمع منه كلام ما اتقالش، كلام هيفرق معايا كلام. انما انت كل يوم طالع حاجه في منتهى القرف. يعني الناس قرفت اصلا من شكلك، يعني الناس بدات خلاص زهقت من شكلك في القناه. مرتضى منصور هيجيب اجل القناه، هيجيب اجل قناه نادي الزمالك، وهيجيب اجل النادي. وافتكروا الكلام ده كويس على فكره. هو ما يفرقش معاه كل ده، لا يفرق معاه نادي ولا قناه ولا اي حاجه. هو كل اللي فارق معاه ان هو يطلع بس ايه يوميا. يا راجل ده بيطلع يوميا على القناه، يعني ان ما كانش مثلا موجود وقعده المصطبه اللي قاعدينها دي في القناه وحواليه مجموعه هزازي الرؤوس زي ما بيقولوا على السوشيال ميديا، هو لقب جامد جدا بالنسبه الكاست اللي قاعد او الكرو اللي قاعد حواليه، اللي هم ما لهمش اي صنف اللازمه. بس 3 4 ساعات يعني من ساعتين لاربع خمس ساعات
البرنامج بيبدا 1:30 1 وبينتهي الساعه 5 6 الفجر او بعد الفجر. لا لو ما ظهرش بقى في القناه لازم تاني يوم مثلا هو خلاص النهارده مش هيقدم برنامج، لا يطلع في التليفون، يعني يعمل مداخله تليفونيه. ومعانا المستشار مرتضى منصور من الساعه 12 للساعه 3 نقفل المكالمه نبدا البرنامج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معانا مكالمه مداخله من المستشار مرتضى، يخش الساعه 12 يقفل البرنامج الساعه 3 بعد المكالمه خلصت. والله حاجه بقت مقرفه وحاجه بقت، ويا ريتك بتتكلم في الكوره فحد يتابعك ان كان زملكاوي ان كان اهلاوي، لا انت بتتكلم في اي قرف وممدوح وحاجه يعني في منتهى البذاءه يعني. والله عيب على اللي سايبين نادي الزمالك بالمنظر ده، او اللي الزملكاويه اللي سايبين نادي الزمالك يحصل فيه اللي بيحصل ده، وعيب على اللي سايبين الراجل ده اصلا يطلع على الصوره. انتشار صوره لخالد الغندور وهو مع احمد سليمان وهو رايح، يعني هو كان مدعو لحضور كاس العالم او لحضور افتتاح كاس العالم في قطر النهارده ان شاء الله. واخد صوره مع احمد سليمان في الطياره، وطبعا الصوره دي قلبت السوشيال ميديا لان احمد سليمان ده هو من وجهه نظر مرتضى منصور العدو الاول ليه، لان هو اللي كان داخل قدامه في الانتخابات. وطبعا احمد سليمان اخواني، يعني مرتضى بيقول عليه ان هو اخواني وان هو عميل واللي مع ان احمد سليمان كان ضابط شرطه. ازاي ما تعرفش؟ وللعلم خالد الغندور عقده هيخلص تقريبا في شهر 12، العقد اللي معمول مع قناه نادي الزمالك ولسه ما جددش لحد النهارده علشان المقابل المادي مش عاجبه. هو عايز، الراجل كان بيتكلم في ان هو عايز يبقى في قناه ما تكونش فئويه، يعني ما تكونش بتتكلم عن الزمالك بس او ما تكونش بتتكلم عن الاهلي بس. وهو نفس الشخص اللي بيطلع على قناه نادي الزمالك واللي حتى يعني في ملاحظات عليه وهو بيتكلم ان هو بيتكلم عن نادي الزمالك وبيشتم اي حد تاني اي حاجه، اللي هو يعني انت بتتكلم يعني انت زملكاوي مفيش مشكله، بس ما توصلش بيك انك انت تغلط في حد تشتم حد. انا مش مع حد بيغلط او بيشتم، بس سبحان الله لما بيطلع مع سيف زاهر وهشام حنفي في البرنامج اللي بيطلع اسبوعيا فيه، بيطلع مره يوم واحد في الاسبوع فيه، بيبقى انسان تاني خالص. يرجع قناه نادي الزمالك تاني يوم لو هو اللي بيقدم البرنامج بيبقى بني ادم رابع خالص حاجه يعني. المهم يعني مرتضى منصور اللي انا متاكد منه انه هيعمل من خالد الغندور في الفتره اللي جايه دي بطاطس محمره عشان الصوره دي. منتخب فرنسا يتلقى صدمه قويه باصابه كريم بنزيما اللي اتصاب النهارده في التدريبات النهارده السبت واضطر للخروج من التدريبات. واعلنت وسائل الاعلام الفرنسيه ان طبيعه الاصابه غير معروفه ولكن هي اصابه عضليه. طبعا كريم بنزيما هو احد اهم اسلحه فرنسا الهجوميه، هو وجريزمان وكيليان امبابي، وهيغيب رسميا عن المباراه الاولى ضد استراليا، والاشعه هتتعمل له النهارده الحد علشان تحدد مدى خطوره الاصابه ومده الغياب. سامسون ايكينولا اللعيب اللي اختفى، المفروض ان اللعيب ده سافر بلده والمفروض ان هو كان رجع من 4 أو 5 ايام وكان واخد عقوبه من 4 أو 5 ايام واتغلظت عليه العقوبه تاني، لكن الاكيد ان اللعيب ده في بلده وهو عنده اصابه وهو عارف علاجها بالبلدي كده في بلده وبيتعالج بيها بطريقه ما، والمساله هيكون فيها تطور كبير لو اللاعب ما رجعش خلال يوم او يومين من النهارده، لان الزمالك بيجهز لانه عنده ماتش المصري في مطلع الاسبوع اللي جاي. مرتضى منصور بيتهم حسين لبيب انه خد رشوه وسمسره في صفقه مصطفى محمد لما طلع اعاره، وانه سهل امور لممدوح عباس وكان في سمسره بينهم. فرد عليه النهارده الاستاذ حسين لبيب قال له انت كذاب، لان مصطفى محمد خرج اعاره في شهر 2 وانا جيت ودخلت النادي ومسكت النادي رسمي في شهر 5. ازاي اكون انا خدت العموله؟ كان ماسك في شهر 2 اللواء عماد عبد العزيز الله يرحمه لان هو توفى. بصراحه المشهد الرياضي اللي بيدخل فيه مرتضى منصور بيشوهه وبيكون غير لائق في التعامل وغير راقي للمناصب اللي بيتكلم عنها. انت بتتكلم في شهر 2 كان اللواء عماد عبد العزيز ده راجل متوفي الله يرحمه، واللي بعديه كان الاستاذ حسين لبيب ده رئيس نادي وده رئيس نادي، واللي بيتكلم حاليا هو مرتضى منصور رئيس نادي. يعني المفروض يكون في رقي في الكلام، لكن مرتضى منصور لما بيتكلم ما بيسيبش مجال للاحترام في الكلام. بعد فوز مرتضى منصور بالرئاسة في انتخابات الزمالك 2005 بأيام، وتحديدا يوم 4 ابريل 2005، كانت مباراة الزمالك والمصري في كاس مصر في بورسعيد. انتهت المباراة بفوز المصري 2-1. بعد الماتش خرج الحكم محمد السيد يؤكد انه الغى الماتش بين الشوطين، وده مذكور في تقريره، نظرا لتعرضه لضغوط شديده من الحاج سيد متولي رئيس النادي المصري وقتها رحمه الله عليه، وانه اضطر يستكمل الماتش صوريا خوفا من غضب الجماهير. النتيجه الطبيعيه في موقف زي ده اعتماد فوز الزمالك، لكن لان رئيس اتحاد الكره كان عصام عبد المنعم فاتخذ موقف تاريخي وتجاهل تقرير الحكم وتصريحاته المسجله صوت وصوره واعتمد فوز المصري. اهي جات لك على وش رجلك يا عم مرتضى، لسه مخلص انتخابات والناس مستنيه البطل، الدرع والسيف هيجيب حق الزمالك، والقضيه سهله متقشره، اي عيل صغير لابس قطعه من القطعتين ومناخيره سايبه يخلصها. مرتضى خرج في كل الفضائيات، اتهم هنا وندد هنا وهدد هناك وعمل النمره بتاعته، والنتيجه كانت اعتماد قرار عصام عبد المنعم بفوز المصري.
مرتضى خسر القضيه مش قدام الاهلي ولا قدام اتحاد الكوره، قدام المصري اللي لا معاه اعلام ولا جماهير قد جماهيرك، واللي طول عمره بيشتكي من الظلم اصلا، لكن كان عنده راجل قوي عرف يدير معركته الخسرانه ويكسب، في مقابل مرتضى منصور اللي ما قدرش يجيب حق سهل ومضمون. بعدها بفتره بسيطه وردا من مرتضى القوي على الفرق الكبير في المقابل بين تعاقد وكاله الاهرام للاعلام مع الزمالك ب 3 مليون مقابل 21 مليون جنيه للاهلي، قرر مرتضى منصور عدم التعامل مع وكاله الاهرام للاعلان نهائيا وانشاء وكاله الزمالك للاعلان. ازاي يا عم؟ احنا لا عندنا خبره ولا كوادر ولا نعرف نمشي خطوتين في بيزنس مجهول زي ده، مش كل حاجه بالحنجره. طيب رتب، طيب ادرس الموضوع، طيب خطط. مش عايز اطول عليكم، الموضوع انتهى باعتذار مرتضى منصور لوكاله الاهرام وابرام عقد رعايه جديد بمليون ونص. ايوه، مليون ونص، نص المقابل اللي كان معترض عليه مرتضى اصلا وقامت بسببه المشكله. ليه؟ لسببين. اولا، مرتضى ما عرفش يجيب حق الزمالك كالعاده. ثانيا، مرتضى ما يقدرش يعادي وكاله الاهرام للاعلان قبل انتخابات مجلس الشعب، والمعنى في لغة الشاعر. بعد عودته لحضن الاهرام قدم مرتضى في جورنال الاهرام اعتذار صفحه كامله لجمهور الاهلي اللي كان شتمه مرتضى واتهمه بالتعدي على بيته واصابه بنته بعد مباراه الزمالك والاهلي في بطوله افريقيا. في نفس الاحداث مرتضى كان شتم صالح سليم واحمد شوبير ومجدي عبد الغني وضربه جزاء مجدي عبد الغني. ايه ده؟ معقول؟ ناس تعدوا على بيته واصابوا بنته يعمل لهم اعتذار؟ ازاي؟ مش مرتضى ده راجل قوي؟ لا، ما انا عايز افكرك ان الكلام ده كان قبل شهر من انتخابات مجلس الشعب. يعني ايه مجلس الشعب؟ مش مهم، حقه الشخصي وحق بيته بيفرط فيهم عشان الانتخابات؟ ولو الموضوع يتطلب حاجات اكتر كان فرط برضه، بس يمكن ما جاتش فرصه. بعدها دخل مرتضى منصور في ازمه كالعاده ولكن مع اتحاد كره اليد. تم ايقاف مرتضى ومنعه من حضور الماتشات. مرتضى ما سكتش، راح نهائي كاس اليد واقتحم الصاله المغطاه ومعاه كاس بلاستيك من العتبه تقلبه على وشه يقول بابا وماما. الاجمل ان مرتضى نزل بيه الملعب واحتفل بيه كمان. احنا ياما شفنا في مجالس ادارات الزمالك فشل وتخبط، لكن رئيس نادي بيحتفل بكاس بلاستيك؟ كده هوبا خالص. بعدها تم تجميد عضويه نادي الزمالك في اتحاد كره اليد، وما رجعناش للمسابقات تاني غير بعد حل مجلس مرتضى. الحقيقه ان قرار منع مرتضى من دخول الصاله كان قرار ظالم، زيه زي قرار احتساب نتيجه ماتش الزمالك والمصري، وزي الفارق الكبير في تعاقد وكاله الاهرام للاعلام مع الاهلي والزمالك، زيهم زي قضايا كتير. لكن ايه الجديد؟ احنا اتعودنا نتعرض لظلم، كنا مستنيين بقى في وجود راجل قوي زي ما مرتضى بيعرف نفسه ان الظلم ينتهي او حتى يقل. الحقيقه انه زاد، والزملكاويه اللي عانوا من فترات ضعف مجلس كمال درويش عاشوا فتره اصعب كان الزمالك فيها اضعف مع مرتضى منصور. عرفتوا بنطلون مين اللي كان بيتبل؟ ده فيما يخص قوه مرتضى منصور اللي بيتغنى بيها وقدرته المزعومه على استرداد حقوق النادي. طبعا المجال لا يتسع للحديث عن اداره مرتضى منصور الحكيمه للنادي. شيل الشاره من حازم، رجع الشاره لحازم، من المقصوره للدكه في استاد السكه الحديد. فاروق يا جعفر نزل ابراهيم سعيد وجونيور. شيل بوكير، هات محمد صلاح. لا 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 لا، هات فاروق جعفر. طيب محمد صلاح، ايه ده، هو انا كنت جبت محمد صلاح خلاص؟ صدق سلخت قبل ما اذبح. مش محتاج اتكلم عن اسلام الشاطر وابراهيم سعيد وعمرو سماكه ومحمد عبد الله وقضايا كتير ادارها مرتضى بالصوت العالي واللقاءات التلفزيونيه والمؤتمرات الصحفيه. مش محتاج افكركم بإديسون اللاعب البرتغالي اللي كان رايح كأي مواطن شريف يوقع عقده مع الزمالك، فوجئ بخناقه بين رئيس النادي مرتضى منصور ونائب رئيس النادي اسماعيل سليم وبيرفعوا على بعض سلاح جوه النادي. ضربني هو حد انضرب يا اسماعيل ينفع يبقى رئيس نادي ثاني؟ إديسون المسكين ما كانش يتوقع يقابل موقف زي ده في حياته. الواد من ساعتها جاله تبول لا ارادي وما بينامش غير والنور مفتوح. لو انت شايف ان الرئيس اللي خسر في عهده الزمالك كل القضايا دي راجل قوي، لو ده تعريفك للقوه، فارجوك تجاهل كلامي كله واعتبره مش موجه ليك. انت كده مفيش امل منك. مرتضى عمره ما كان قوي الا على الزمالك، عمره ما انتصر في قضيه الا ضد الزمالك، عمره ما قدر يقهر حد، يأذي حد، يعطل مسيره حد غير الزمالك. في نهاية الحلقة، من وجهة نظرك ايه اللي المفروض يتعمل مع مرتضى منصور علشان المشهد الرياضي يكون نظيف مش بالشكل اللي احنا شايفينه ده؟ ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة وخلي الكورة ليك. سلام.